انا بقول ده مثال. في حاجات كانت تتعمل في عصر الرسول او في عصر ما ينفعش تعمل النهارده، لان حسب تغيرات المجتمع ما تخليش الامور تمشي. فالناس عملت قوانين وعملت قوانين مدنيه، ما رجعش كل حاجه اقول لكن الشريعه. وبعدين مين اللي عمل الشريعه؟ ما هو الناس زيه زيك، بني ادمين. الالهي الوحيد هو الكتاب بتاع ربنا اللي هو القران، هو ده كلام ربنا. فيما عدا هذا هو انساني، يخطئ ويصيب، زي عمر ما قال صابت امراه واخطا عمر. لكن انا عشان الشيخ ابن حنبل قال كذا يقول لي انا اعمل ايه؟ اللي واخده دكتوراه وقاعده 15 سنه ادرس وكسر مخي، ابن حنبل يقول لي انا اعمل ايه؟ لا ده بالسلامه يعني، بالسلامه. يقول لي ان مهما كانت الستتين تبقى براجل واحد، حتى الراجل ده البواب بتاعي امي، ها، كل معلوماته ان هو بيجيب الاسانسير وبيجيب الناس الحاجات. هل هو يفهم اكتر مني عشان لما اروح انا ادي شهاده في محكمه يبقى انا لازم اتنين من صنفي قصاد البواب؟ هل ده ينفع؟ اي ما لم يسود في حد المنطق والعداله لم يفلح. إذا أنا ما اشتغلتش بالمنطق والعدالة أنا لا يمكن أن أنا أتغير وأمشي قدام. المنطق والعدالة والكفاءة كل شيء. السيسي بارك الله فيه قال يا جماعة عايزين نغير خطاب الدين. ما اسمعش الكلام ده. إيه هو أصل ده مش دين، ده سلطة. هو بيقول لك أنت تعمل إيه وما تعملش إيه، سلطة عليه. لكن لما يسمع كلام السيسي مش هو ليه امر، ما هو مش الحاكم هو ليه امر، ما تسمعش كلام ده. انا اسمع كلام واسمع كلام القوانين اللي هي بتنظم اموري وبتخليني مع غيري. هو كمان بحافظ على حقي، انا بحافظ على حق غيري وهو يحافظ على حقي. لما نمشي قدام يبقى في عداله، يبقى في منطق، يبقى في عمليه اي اختيار الكفاءه هي الاصل.